في أواخر القرن ال19 اختفى عدد كبير من الأطفال بشكل غريب في بلدة صغيرة اسمها جرافتون اللي في ولاية نورث داكوتا اللي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب إن الاختفاءات كانت بتبقى قريبة من بعض وما كانوش بيلاقوا أي أثر للأطفال، ده أثار رعب بين الأهالي، لدرجة إن الأهالي كانوا بيحبسوا أولادهم وبرضه بيختفوا. والمشكلة هو مكان اختفائهم. إيه بقى موضوع القرية ومين اللي بيخطف الأطفال دول، وهل اتحلت القضية ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، فيلا بينا نبدأ. بص، احنا لازم نعرف البلدة وازاي حياة سكانها وايه اللي حصل. مبدئيا كده بلدة جرافتون كانت بلدة صغيرة جدا وقتها، وسكانها كلهم كانوا بيشتغلوا في الزراعة، يعني مزارعين. وده بسبب عزلتها عن العوالم اللي حواليها، يعني بمعنى أصح هي زي قرية كده. وكانت أي حاجة بتحصل كانت بتسبب هلع في وسط السكان. يعني مثلا في مرة في واحدة جات لها ضربة شمس وأغمى عليها. وقتها كل أهل القرية كانوا قلقانين عليها، لدرجة إنهم أخدوها وودوها للساحرة اللي في البلدة. البلدة دي كان منتشر فيها الجهل لدرجة إن كان موجود فيها ساحرة. المهم بعد ما أخدوها للساحرة، الساحرة شافتها وقالت البنت دي بتموت، وعملت وصفة غريبة كده وشربتها لها، والمفروض إنها خفت مع إنها عندها ضربة شمس، يعني مش حاجة. وعشان كده الدنيا قامت وقتها وحصل قلق بين السكان. عامة في شتاء سنة 1893 كان في طفل اسمه تومي هاريس، عنده 8 سنين، يعني في المرحلة الابتدائية كده. تومي كان طفل هادي وكان والده بيحبه جدا بسبب ان تومي كان بيحب يقعد مع باباه. وفي يوم تومي راح للمدرسة، وابوه اللي اسمه أليكس بالمناسبة راح الشغل. وكان اليوم متعب بالنسبة لأليكس، وأليكس عامة بيشتغل في الزراعة هو التاني. المهم روح أليكس عند الغروب وسأل أبي، وده اسم والدة تومي. المهم سأل أليكس أبي عن تومي، وهنا كانت الصدمة. أليكس اكتشف إن تومي مرجعش للبيت. وقتها أليكس فضل يزعق لأبي ويقول لها ازاي الولد مرجعش لغاية دلوقتي وانت ما بعتيش حد يقول لي ليه. قالت له أبي أنا كنت فاكرة إنه رجع وقعد عندك زي ما بيعمل كل مرة، لأن بالمناسبة تومي دايما أول ما بيطلع من المدرسة بيروح يقعد مع باباه في الحقل شوية، وعشان كده قالت أبي إنه ممكن يكون طول في القعدة مع باباه. عامة فضلوا يدوروا عليه لمدة أسبوع في كل حتة، ده حتى بلغوا الشرطة لأنهم مش عارفين يلاقوه. وفضلوا يدوروا عليه المدة، وحتى الغابات اللي حوالين البلدة فضلوا يدوروا عليها، ولكن ما لقيوش أي أثر ليه. لغاية ما الأهالي زهقت وكله سابهم، حتى الشرطة أكدت إن مفيش أي أثر ليه. في اللحظة دي أليكس وأبي اتأكدوا إن ابنهم مات. وفي اليوم ده اتسجل فيه أول حالة اختفاء، وهو تومي هاريس. وبعد شهر كان في طفلة اسمها لوي عندها 6 سنين. لوي كانت وحيدة باباها ومامتها، وفي يوم كانت نايمة مع باباها ومامتها في الليل، ولكن وهم نايمين صحيت لوي ومشيت للغابة لوحدها. ولما الشمس طلعت صحي باباها ومامتها وما لقيوهاش. وهنا كانوا هيتجننوا على بنتهم، وفضلوا يدوروا عليها في كل حتة، ولكن برضه ما لقيوش حاجة. الأهالي حسوا إن في حاجة غلط، لأن دي تاني حالة اختفاء تحصل ومفيش أي أثر. عامة فضل الموضوع ده يتكرر كل أسبوعين، لغاية ما بيبصوا لقيوا إن في 6 أطفال اختفوا، أعمارهم من 6 سنين ل 12 سنة. بس المشكلة هنا واللي كانت محيرة الشرطة هي إن مفيش أي أثر أو دليل من الأطفال دي، يعني حتى لا فيه هدوم ولا فيه جثث للأطفال. الإشاعات طبعا كترت في الموضوع ده. إزاي؟ في شوية من السكان قالوا إنهم شافوا أضواء غريبة عند الغابات اللي حوالين البلدة، وفي شوية تاني من السكان قالوا إنهم سمعوا أصوات في الليل زي أصوات صراخ أو همهمات غريبة. وفي شوية من السكان قالوا إن الأطفال اتخطفوا من جماعة سرية أو طائفة غريبة بتمارس عليهم طقوس غريبة. وفي اللي قال إن أكيد في وحش عايش في الغابة وأكلهم، وده طبعا الشرطة ما قبلتش بيه، لأن مفيش أي أثر للأطفال، يعني حتى مفيش نقطة دم. القضية دي انتشرت في وسط الصحافة الصغيرة بس ما وصلتش للصحافة الكبيرة، ممكن يكون بسبب عزلة القرية أو قلة التواصل يعني بمعنى أصح. وحتى الأهالي بيوا خايفين على أولادهم، لدرجة إن الأهالي بيوا أول ما أولادهم يوصلوا لسن 6 سنين كانوا بيودوهم لمدرسة داخلية عشان يحافظوا عليهم. بس بعد سنة بتبص الشرطة كده لقيت إن في بلاغات اختفاءات كتيرة حصلت في البلدات اللي حوالين بلدة جرافتون. ولما حسبوا أعداد الأطفال اللي اختفت لقيوهم 26 طفل. وهنا القضية قلبت الرأي العام، وفضلت الشرطة تحاول تشوف أثر للجريمة دي، لدرجة إن هم فضلوا يدوروا لمدة 10 شهور، ولكن مفيش أي فايدة، حتى مفيش أي أثر، مش عارفين يعملوا إيه. وللأسف اتسجلت القضية ضد مجهول. بس ثانية واحدة، أنت فاكر إن القضية ما اتحلتش صح؟ هقولك أنت كده تبقى غلبان، دي اتحلت بالصدفة. تعال نطلع بالسنين لقدام لسنة 1896 ونشوف إيه اللي حصل. سنة 1896
كان في راجل عجوز اسمه داون، كان قاعد بيتمشى في الغابة هو والكلب بتاعه، وفي لحظة واحدة الكلب بتاعه هرب منه، وداون فضل يجري وراه في الغابة لغاية ما لقي الكلب حفر في مزرعة كده وطلع عظمة منها. داون بيبص على العظمة دي لقي شكلها غريب، راح فضل يحفر في المكان اللي حفر فيه الكلب، وهنا كانت الصدمة. داون لقي جثة طفل. طبعا أول ما لقي الجثة بعت للشرطة عشان تيجي وتشوف فيه إيه، ومصيبة إن الشرطة لما جت وفتشت المكان كله لقيت عظام أطفال كتير جدا. والمشكلة إن في بيت صغير في المزرعة بس فاضي. بس برضه مش دي المشكلة، المشكلة إنهم لقيوا في البيت ده شمعة ومعلقة محروقة وزيت ودم، بس الدم كان ناشف، يعني الدم ده كان موجود من شهر مثلا أو أقل. المهم كان في ضابط لسه متعين جديد اسمه جيسس. الضابط ده قال محدش يلمس أي حاجة، وعين 4 أشخاص عشان يراقبوا المزرعة، ولو دخل حد المزرعة يبعتوا واحد منهم يبلغ الضابط جيسس. وفعلا فضلوا يراقبوا المزرعة دي لمدة 13 يوم، وبعد 13 يوم لقيوا واحد شكله غريب دخل البيت الصغير. راح واحد من الجنود عشان يبلغ الضابط جيسس، وأول ما الضابط جيسس عرف إن في واحد دخل المزرعة راح فورا وجهز نفسه وراح على المزرعة، وقال للجنود استنوا شوية. وبعد ساعة من الانتظار سمعوا صوت صراخ طفل جوه البيت، فجريوا جيسس والجنود للبيت، ولقي شخص غريب ماسك كرباج وفي طفل مربوط ومجرد من ملابسه ومضروب بالكرباج، ولقيوا المعلقة المحروقة محطوطة على الشمعة. وفي اللحظة دي استغرب جيسس ازاي الطفل ده جه هنا، بس قال لنفسه انه هيعرف كل حاجة في التحقيقات. طبعا قبضوا على الراجل ده وحققوا معاه، والصدمة ان بعد التحقيق اكتشفوا ان الراجل ده اسمه ديريك، وانه بيخطف الاطفال من سن 6 سنين لغاية 12 سنة. كل شهر او اسبوعين كده بيخطف طفل وبيفضل يعذب فيه، سواء بالمعلقة اللي كانت على الشمعة واللي كان بيحرق بيها الطفل او بالكرباج. وكمان كان بيغلي الزيت وينزل بالنقطة على جسم الطفل ويفضل يعذب فيه لغاية ما يموت، وبعد ما يموت بياخد جثته وبيدفنها بره في المزرعة. وكان بيعمل كده لهدف المتعة. بس عارف المشكلة والغريب في نفس الوقت إن المجرم ديريك ده كان بيحكي اللي عمله ده بكل فخر ولا أكنه أخد جايزة. عامة جيسس استغرب لأن الجنود أكدوا له إن ديريك كان داخل المزرعة لوحده، فراح جيسس عند الطفل واللي كان في المستشفى بسبب ضرب ديريك وسأله أنت إزاي وصلت للمزرعة؟ فقال له الطفل إن ديريك كان موجود في الغابة وندم عليه وقال له إنه عنده حلويات كتير في بيته. وفعلا راح الطفل اتمشى معاه شوية في الغابة، ومرة واحدة ديريك كتم بق الطفل وربطه ورماه في حفرة وقفل عليه. وبعد شوية لقي الطفل إن في نور جاي من الحفرة واكتشف إنه ديريك، وراح ديريك مسك الطفل وفضل يمشي بيه في الحفرة لغاية ما وصل بيه للمزرعة. حرفيا جيسس بعد اللي سمعه ده كان مصدوم، واكتشف إيه السبب اللي كان بيخلي ديريك يخطف الأطفال ومحدش يعرف له أثر. عامة راح جيسس للمزرعة بتاعت ديريك وفضل يدور في بيته على النفق لغاية ما لقيه في المطبخ، ونزل جيسس فيه وفضل يمشي فيه لغاية ما وصل لنهايته. وبيبص كده ليه إنه في الغابة، وفضل يمشي في الغابة لغاية ما لقي قدامه إيه بالظبط، لقي بلدة جرافتون واللي حصل فيها أول حالة اختطاف اللي هو تومي هاريس واللي خطفه هو ديريك. بعد كل اللي حصل رجع جيسس لمركز الشرطة وقدم كل المستجدات في القضية، وفعلا اتحكم على ديريك بالإعدام في ميدان عام عشان يبقى عبرة لأي حد. وراح جيسس لبلدة جرافتون وأكد لسكانها إن اللي قتل أطفالهم نال عقابه ويقدروا يرجعوا أولادهم يعيشوا معاهم تاني. وفعلا أهل القرية تواصلوا مع أولادهم ورجعوا يعيشوا في البلدة، والحمد لله ما حصلتش حاجة تاني. ولغاية هنا اتقفلت القضية وخلص الفيديو برضو. ولو حد عنده قضية محدش سمع عنها قبل كده ياريت يبعتلي على انستجرام، ولينك الانستجرام بتاعي هتلاقيه في الوصف وفي أول تعليق. وبس ما تنساش لايكك العسل، سبسكرايبك الجامد، ويلا سلام.